تعالوا بقى نروح لصاحب القيمه والقامه، بنتكلم عن احد اساطير كره القدم المصريه والعربيه بل والعالميه، فنيا مهاريا واخلاقيا. تعالوا نسمع كابتن محمود الخطيب قال ايه لكل اللعيبه اثناء الاحتفاليه في مقر النادي بالجزيره، ونرجع نكمل كلامنا. بكره في بطوله جديده، بكره في حياه تانية، بكره في ناس هتطالبكم ببطولات تانية. انتوا تقدروا تعملوا ده، تقدروا تعملوا الكلام ده، ولو ما كنتوش تقدروا ما كناش احنا هنقول لكم الكلام دوت. عشان كده يا رجاله مره تانية الف الف مبروك. وانا متاكد ان نوعيه اللعيبه اللي موجوده دي عارفين قيمه النادي الاهلي، وعارفين قدر النادي الاهلي، وعارفين ازاي هيظبطوا نفسيهم ان نخلص خلاص من اليوم ده، يخلص بكره يوم جديد، بكره بطوله جديده، بكره امل جديد، بكره تاريخ جديد هيتكتب. وده بقت مسؤوليتكم، وده قدركم. اسعاد جمهوركم ده اللي انتوا شفتوه في مصر، الكلام ده ما حصلش من سنين. البطوله دي غايبه من سنين. اللي شفتوه امبارح في كل محافظات مصر هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، وهو ده مصدر السعاده. عشان كده انتوا مطالبين انكم تسعدوا جمهوركم دايما، مطالبين بده، وانتوا تقدروا تعملوا ده. وانا تاني بشكركم جدا. كمان مستر موسوماني وكل التيم بتاعه. عايز الحقيقه اقول لكم حاجه يمكن ما قلتهاش خالص قبل كده. لما فكرنا في مستر موسوماني اللجنه بتاع التخطيط، انا الحقيقه كنت مكلمه وعرضت الموضوع على اللجنه، فقلت لهم مهمه صعبه، كلنا بنشتغل مع بعض سواء جوه النادي ولا بره النادي. يعني في مثلا قيمه كبيره موجوده كانت معانا زي كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل انا برضو بعد ما قعدت مع اللجنه ووصلنا للمفهوم ده، جبت كابتن طه وقعدت معاه وكلمت معاه، وكان برضو مرحب جدا بوجود مستر بيتسو موسوماني. لما كلمته قلت له الظروف صعبه وانت جاي في ظروف صعبه، انت تعرف لعيبه الاهلي كويس، وتعرف لعيبه افريقيا كويس، وتعرف الملاعب اللي في افريقيا كويس، وتعرف الجو الافريقي كويس. ده كله بالنسبه لنا هيبقى هتسهل مهمتك، لكن المهمه صعبه جدا، لان حجم النادي الاهلي كبير جدا، وحاجه قيمه كبيره جدا، وداخل على نهايه دوري، وداخل على كمان ادوار نهائيه في بطوله افريقيا. الرد الاولاني منه طمني، قال لي يا كابتن انا جاي وعارف ده، وانا جاي عشان البطوله دي بالظبط كده. قال لي انا جاي عشان البطوله ديت، وجاي عشان كاس العالم للانديه، وانا ان اشتغل في النادي الاهلي ده بالنسبه لي، انا عارف قيمه الاهلي كويس جدا. فانا بشكره لاخلاصه في عمله، هو والاستاف بتاعه كله، اخلاصهم في العمل، وانهم بسرعه جدا اندمجوا وبقوا جزء من النادي الاهلي، وبقى بيعرفوا يعني ايه حب النادي الاهلي، مش بس كلام، شغل. الناس بتشتغل زي ما اللعيبه بتشتغل. عشان كده انا بشكر اللعيبه جدا، لانهم كلهم بيشتغلوا بحب، كل واحد فيهم بيشتغل بقيمه وبحب للنادي الاهلي، وهو عارف هو موجود فين، موجود في اي مكان. النادي الاهلي هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصنع اللعيبه. مفيش لعيب بيصنع النادي الاهلي، هو اللي بيصنع اللعيبه، هو اللي فضله على كل اللعيبه. من يوم ما اتنشأ النادي الاهلي لغايه النهارده من 1907 اي اسم شهره السبب فيه النادي الاهلي. مش انا بطل الابطال، لا، النادي الاهلي. اي واحد مش في النادي الاهلي ما اعتقدش انه ممكن يصل لهذا الامر. مستر فايلر مدير الفني السابق ودوره في بطولة افريقيا وبطولة الدوري العام. الف مبروك يا رجالة. بكرة يوم جديد، بكرة يوم جديد وتاريخ جديد هيتكتب. ربنا يوفقكم باذن الله، ووفقنا جميعا لخدمة جماهير واعضاء النادي الاهلي. بشكركم جدا.
عجبتني جدا. ما حدش له فضل على النادي الاهلي، النادي هو اللي فضله على الجميع. كلمه كابتن محمود الخطيب اعتقد كلنا بنتفق في هذه الجمله يعني، او هذا المعنى. ما فيش فعلا حد بيصنع النادي الاهلي، كل الناس بتتمنى ان هي تكون داخل هذا الكيان او تنتمي لهذا الكيان. يمكن كل الابطال اللي كانوا معانا بيقول لك كفايه اسم النادي الاهلي ان انا اكون بلعب في النادي الاهلي، فده اضافه كبيره جدا. حتى لو انت بعد كده عايز تروح حته ثانيه او تحترف، بس كون ان النادي الاهلي عندك في السي في ده موضوع اعتقد حلم ناس كتيره جدا. فمره ثانيه مبروك لينا كلنا، فرحه كانت جميله جدا، نمنا كلنا مبسوطين الحمد لله. كلنا كنا بنبارك لبعض. انا جالي يا كريم والله ما لا يقل عن مثلا 15 مكالمه من ناس اصدقاء ومعارف وغيره بيباركوا لنا، كلهم عارفين قد ايه احنا يعني كنا نتمنى الفوز. حتى والله كان في ناس زملكاويه بتبارك لنا حقيقي بجد والله العظيم، اصدقاء لينا. فالناس كلها كانت مبسوطه الحمد لله ان احنا فعلا كنا قد يعني التحدي زي ما بتقول وزي ما بنقول. وفي نفس الوقت ايه برضو هرجع كده تاني واقول ده كان متوقع بالنسبه لنا يعني. انا ما كنتش مش متوقعه مثلا او كان عندي قلق، في ناس كان عندها قلق، بس انا كنت من الناس الحمد لله واثقه ان احنا يعني هنفوز باذن الله.